بصوا انا عارف ان انا اتاخرت عليكم في التنزيل، بس والله ما مشكلتي الفيفا، روحوا تشكلوا معاها. ما كل ساعتين في ماتش، بس هنلم الدنيا على قد ما نقدر. يعني هنعمل تحليل سريع كده عن الماتشات، وبعديها هنخش في ماتش مصر واستراليا اللي هيتلعب كمان اقل من 48 ساعه. فاحنا البرازيل واليابان، يعني البرازيل واليابان كان ماتش. البرازيل طاغيه فيها على اليابان. الجون بتاع اليابان جه في غفله كده من كانسو سانو، وده اللي عقد الامور اكتر بالنسبه لكارلو انشيلوتي. بس ما دام في فينيسيوس مع كارلو انشيلوتي زي التسلا والكهرباء، ما لا غنى عنه في اي منظومه هجوميه ناجحه. يعني لو انت عايز تجيب اجوان عايز تكسب بطولات، معاك انشيلوتي وفينيسيوس خلاص، مش عايز حاجه تانية من الدنيا، سيبهم بقى يتعاملوا. فده اللي كان السبب، ان البرازيل كانت طاغيه بكتير على اليابان. كانت عماله تضغط تضغط تضغط، وفي كور بتضيع وفي كور بتروح مش عارف فين، وفوضى. لحد ما كاسيميرو وجابريل مارتينيلي جابوا الجونين بتوع الريمونتادا. كاسيميرو في الدقيقه حاجه و60 تقريبا، 62 تقريبا، وجابريل مارتينيلي في البلس 90. اللي بعده كان ايه؟ المانيا وباراجواي. ابسولوت سينما، يعني بجد انا ما شفتش المانيا بتطلع من النوك اوت ستيج في حياتي. انا ما شفتش المانيا بتطلع من النوك اوت ستيج في حياتي. اي نعم في دور المجموعات في 2018 و2022، بس فكره ان انت تشوف المانيا تطلع من الادوار الاقصائيه، ومن اول دور اقصائي دور 32، المانيا مش عارف فيها ايه يعني صراحه. يعني مش عارف ايه السبب للموضوع ده يعني. يلا، المهم المانيا كانت زي ما البرازيل كانت بتعمل، كانت عماله تضغط 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 تضغط. جول باراجواي جه على غفله، كملوا لحد الاشواط الاضافيه، بعدين يروحوا ضربات جزاء، ونوير بينقذ المانيا اكتر من مره، اللي هو ما تجيبوا جوان بقى، لحد ما جوناثان طير كرة في السماء راحت برلين تقريبا، والواد بتاع الباراجواي جاب جون، والكرة اللي بعديه وبس. شكرا، باراجواي اتأهلت والمانيا طلعت. عادي عادي، بس كده عادي. نيجي بقى لماتش المغرب وهولندا، اللي هو كان برضو سينما، ابسولوت سينما. اللي يعني هولندا تجيب جول على غفله، نفس المانيا والبرازيل. المغرب برضو عملت نفس الحاجه، ضغط كبير جدا من المغرب، وجول من الغفله من لعيبه هولندا في الدقيقه 70. حاولوا يناموا على الجول ده لكن ما نفعش، وعيسى ديوب جاب جول في البلس 90، والماتش كمل للاشواط الاضافيه، وراحوا ضربات جزاء اللي ياسين بونو تعملق فيها واخترع تصدي جديد. يعني احنا كعرب وكمسلمين بقينا بنخترع تصديات جديده في الكوره. ارجعوا شوفوا اللقطه بتاعته، خرافيه بمعنى الكلمه. فكره ان انت تقرا الكوره رايحه فين، وانت بدل ما تعتمد على ايدك تعتمد على جسمك كله، وبدل ما ترمي نفسك تتحرك سايد ستيبس وتظبط معاك. نو كومنت حقيقة على بونو. وبصراحة بالنسبة لي بونو 10/10 يعني، 10/10. دخل بعد التصدي الخرافي ده اسماعيل صيبري، وهدم احلام الهولنديين، وانعش امال العرب ان المغرب ممكن تعملها تاني، ممكن تتأهل نص نهائي تاني ان شاء الله. يعني كلنا عرب يعني، ديما مغرب. نرويج وكوت ديفوار، بصراحة الماتش ده كان فاضي، ما فيهوش بس غير آخر 6 دقايق من الماتش كان كوت ديفوار مسيطرة سيطرة مطلقة، وكوت ديفوار كانت عمالة تحاول وتعاند وتتحاول وتعاند من ساعة ما هالاند جاب الجون في الدقيقة 89، والدنيا باظت عند كوت ديفوار، وعمالين يهاجموا لكن مفيش أي تأثير يذكر. فالماتش انتهى 2-1.
والامور طيبه. وماتش فرنسا والسويد ماتش كان فاضي وانتهى بفوز فرنسا 3-0. طيب ماتش المكسيك والاكوادور برضو كان ماتش فاضي على الابيض خالص، هو كمان مفيش حاجه تذكر بس غير الجونين بتوع المكسيك. بس دول الجونين بتوع المكسيك وشكرا. نيجي بقى على الماتش اللي كان هيوقع قلب الانجليز، ماتش انجلترا والكونغو الديمقراطيه. عندك يا باشا الكونغو الديمقراطيه جاب الجون في اول 6 دقايق. انجلترا بقى، ثواني بقى، انجلترا طلعت 160 سنه خبره كرويه فيهم، يعني طلعوا اكتر من اللي عندهم وبزياده. والكونغو الديمقراطيه كانت بتحاول تصمد لحد ما في الدقيقه 72 تقريبا هاري كين حط السم الهاري لحارس كونغو الديمقراطيه وحط جون التعادل، ورجع هو اللي جاب الجون الريمونتادا في الدقيقه 89. ماتش السنغال وبلجيكا دلوقتي هو شغال وفي لحد تصوير الحلقه دي كان النتيجه 2-0 للسنغال للاسف. كنت عايزهم يطلعوا من بلجيكا. ربنا يستر عليك يا حبيبي. عامة خلاص بقى، خلصنا بقى ماتشات 32 اللي اتلعبت. نيجي بقى البعبع الكبير بتاعنا، ماتش مصر واستراليا. لتحليل الاداء في ماتش استراليا، الماتشات اللي كانت ما بين استراليا وامريكا وتركيا وباراجواي، ومصر ما بين ايران وبلجيكا ونيوزيلندا. نبتدي بالمنتخب المصري. بداية كان من ماتش بلجيكا كان مصر ماسكه الماتش طول عرض، مصر ماسكه الماتش طول عرض وبتهاجم وبتدافع وبتعمل كل ما كان في جهدها، لكن لوكاكو الطور الاسمر ماشيه اسمر، ماشيه اسمر، زق محمد هاني على الكوره، فده اللي خلاه يبقى فيه اون جول اللي هو هدف ذاتي يعني. نيجي بقى الماتش نيوزيلندا اللي وقع قلب ال 110 مليون مصري او ال 120 مليون بمعنى اصح يعني. نيوزيلندا كانت مسيطره الشوط الاول، الله اعلم حسام حسن قال لهم ايه ما بين الشوطين. نزلوا الشوط الثاني كلوا النجيله يعني في الدقيقه 58، يعني بعد 18 دقيقه كاملين من بدايه الشوط الثاني زيكو جول، بعديهم بشويه بالدقيقه 67 صلاح جول، نقفل على كده لا في الدقيقه 82 تريزيجيه ارزع الثالث خلاص كده. فعندك قدرات هجوميه ممتازه باستثناء عمر مرموش، وقدرات دفاعيه نوعا ما لو لعبت بالروح تطلع احسن ما عندها. لكن بقى ماتش ايران جبنا جول في الدقيقه 6 من محمود صابر، وجت ضربه جزاء لايران وشوبير الاسطوري صدها. بعديها بفتره مش بعيده يعني تقريبا 3-4 دقايق كده ايران تجيب جول من زاويه ميته بعد ما شوبير تعملق للمره ال50 في البطوله دي، ما شاء الله تبارك الله. فعادي وفضلنا متمسكين، ولولا ستر ربنا وكعب حمزه عبد الكريم كان الجول التاني لايران هيتحسن، واللي قعد بتاع 600 الف احتفال ده وفي الاخر بلده روحت. يا عم هي ناقصه يجي بقى لاستراليا. استراليا هي ابسط مما الكل بيقوله. فانت عندك استراليا طوال وبغال كان بياكلوا الكناغر تقريبا ولا ايه، لكن بيسيبوا الماتش مش بالمعنى الحرفي يعني، اللي هو بيبقى الاستحواذ بتاعهم 37 36 32 تلاتينات يعني. لكن لكن ال 37 دول بيبقى فيهم قامات وطوال بيساعدوا ان استراليا تصمد، يعني نفس نقاط القوه بتاعت نيوزيلندا، نفس نقاط القوه بتاعت ايران
موجودة في استراليا، اللي هي ايه؟ الضربات الثابتة. الضربات الثابتة، الضربات الثابتة، الضربات الثابتة، اللي هي ايه؟ رمي تماس قريبة من الجون، ضربات حرة مباشرة، وركنيات. نشتغل على دول من الناحية الدفاعية، اقسم بالله ان نكسب استراليا سكور مستريح. نقطع عنهم شريان الحياة ده زي ما حاولنا نقطع عن ايران الضربات الثابتة. خلاص استراليا مش هيبقى ليها نتيجة يعني. ويا ريت، يا ريت لو كابتن حسام حسن يدفع بمرموش اساسي او في الشوط الثاني، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت كابتن عمر مرموش يطلع كواليتي لعيبه الدوري الانجليزي، يطلع الكواليتي والخامه اللي بيقدمها مع مانشستر سيتي. على الاقل اضعف الايمان الافكون الاخيره، بطوله افكون الاخيره افريقيا، عمر مرموش كان مقطع السمكه وديلها في البطوله اللي فاتت، ولولا ساديو ماني كنا وصلنا للنهائي. فاحنا محتاجين نشتغل على نقاط قوه استراليا ونحولها لهم نقط ضعف باي طريقه بقى. فانت لازم 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 ما تعتمدش على القمار، لان عندك اصابات ضربت الفريق في مقتل. صلاح، اي نعم صلاح هيرجع، وحسام عبد المجيد هيرجع، واحتمال كبير حمدي فتحي، لكن فتوح اكبر سامي الغيبه عن ماتش استراليا. اي نعم في كريم حافظ، بس يا رب يعني كريم حافظ يعمل اداء، بس فتوح يا جدعان هو اللي بيحط اللعيبه السوبر ستارز في جيبه. ولو مش عاجبك كلامي اسال لامين يامال، لو مش عاجبك كلامي اسال لامين يامال. فبس كده، ده كان فيديو بتاعنا النهارده، ويا رب يا رب منتخب مصر يكسب ونعدي دور 16 ونقابل الارجنتين. نحاول بقى قفلوا لي على سعيد معزه اي ليونيل ميسي ارجوكم. فبس كده يعني، وسلام.